السلام عليكم اخواتي وحبايبي. النهارده هعمل لكم حاجه سريعه. هعمل لكم الفشار. يعني دي ولا وصفه ولا طبخه، دي حاجه كده تسليه سريعه. هتجيبي حله نظيفه، تجيبي ب5 جنيه ذره صفرا من عند العلاف ومعلقتين زيت. تسخني الحله، تصبي فيها معلقتين الزيت وتفضي عليهم الفشار. تمام، فضي عليهم الذره الصفرا وتقلبيها تقليبتين كده وتغطي الحله. هتقفي جنبيها شويه، بس يستحسن لو انت بتعملي الفشار ما تسيبوش على النار وتمشي، لانه بيستوي بسرعه جدا، ولو سبتيه بيتحرق. اهو هتقفي دقيقتين 3 كده، هتبتدي تسمعي صوت الطرقعه. تمام، بعد كده هيبتدي يعلى طبعا في الحله والصوت هيزيد، فتفتحي الحله وتطمني كده بس بالراحه، يعني عشان ما يطيرش في وشك. شايفه؟ يعني كل ما تسيبيها على النار الذره اللي تحت بتستوي تبقى فشار. اهو ما شاء الله. بعد كده تجيبي طبق نضيف وتفضي فيه الفشار وتضيفي الطعم اللي انت بتحبيه. انا عن نفسي بضيف عليه ملح ابيض. نرش عليه ملح، يعني احنا كلنا بناكل الفشار بالملح. في ناس بقى بتضيف عليه فانيليا، في ناس بتضيف عليه اللي هي مرقة الفراخ اللي هي البودر. شوفها ليكوا يا حبايبي، شوفوا اختراعات كتير وكل واحد وذوقه. اهو شايفه نضيف ازاي وشكله حلو ازاي. حتى لو عيالك رايحين المدرسة ممكن تديهم شوية في كيس نضيف كده ياكلوهم، بدل ما يشتروا البوز وحاجات الشارع اللي مش مضمونة كلها ألوان صناعية. وألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. السلام عليكم.